ويخلص الماتش بتاع الاسبوع ويطلع 3 ايام يروح ياخد الدروس الخصوصيه بتاعته والكلام ده كله ويرجع لنا 4 ايام تاني. 3 ايام في بلده كاملين عندك، كاملين هنا ال4 ايام. وعنده فرصه مذاكره برضو كله طبعا في الفندق يعني في يمكن علاء يجيبها لنا في ورينا علاء فرجنا للعرض ومعمول كل حاجه امكانيات. النهارده بالذات بتكلمني شيرين شاهين من بيبسي يعني احنا ازاي هنعمل الفتره الجايه رعايه تعليميه، كمبيوتر ولغات ورعايه نفسيه للعيبه الموجوده في الاكاديميه ان شاء الله الفتره الجايه. يعني كمان في تطوير اهتمامنا بالتعليم بحيث ان هو لازم يطلع شخصيته متكامله في الفتره ما شاء الله. يعني ايضا هي بيبسي اللي بتتولى الانفاق عليهم في النادي، بترعى الاكاديميه، بترعاها ماديا، ما شاء الله ما شاء الله. يعني هي فرصه حلوه ان برضو الولاد في المراحل السنيه المختلفه يعرفوا ان اللي هيظهر فيهم في دوري بيبسي يبقى عنده الفرصه العظيمه دي بالظبط، انه يروح نادي جميل زي ده، فندق زي ده، رعايه زي دي، اكل شرب دراسه. انت بتقول لي حضرتك شيرين قالت لك كذا كذا، واعتقد برضو داليا هناك برضو مواكبه نفس طبعا الحدث، هي وفضل والمجموعه الجميله وعمر والناس دي كلها. الحقيقه اتصور ان هذا المشروع بجد يعني كان لازم تلقوا عليه الضوء فعلا. يعني كويس قوي انه تم القاء عليه الضوء بهذا الشكل. انا شخصيا من الناس اللي ما كانش عندي معلومه، انا عارف ان في دوري بيبسي بس ما اعرفش التفاصيل دي. احنا الميديا ما دخلناش يعني. كان في اول سنتين اشتغلنا كويس في الميديا. الفتره اللي بعد كده يمكن قلت شويه لان جيت احداث سنه سواين فلو انفلونزا الخنازير وبعديها الثوره، وبعدين يعني كان في كام سنه كده ورا بعضهم كانت العمليه البلد نفسها مش مهيئه. لكن احنا السنه طبعا شرف كبير لنا ان احنا يبقى لنا فقره في برنامج مساء الانوار هنلقي الضوء يعني كل اسبوع على حاجات كتيره جدا. شرف لينا. دي لقطات بقى لابراهيم. رقم 13. انت رقم 13 في النادي ده، نادي الزمالك. ده ماتش الزمالك 5 كام ده يا ابراهيم؟ 5-1. 5-1. اوكي. ده ابراهيم؟ 13. ده ابراهيم. ده في نادي الصيد. ده في نادي الصيد. برافو. الماتش ده في نادي، انا عارف الملعب ده اصلي. انت ده يا ابراهيم. كان عندك كام سنه في الوقت ده قلنا؟ كان 15 سنه تقريبا. يا ولد يا ولد. ده قدام ايه؟ ده قدام غانا. قدام غانا. اوكي. كان فريق افريقي اللي هو كان بتاع الكابتن عبد الفتاح. يا ولد اسمه ايه مش فاكر. الموهبه برضه يا محمد بيه بتبان. طبعا من لمسه والله يا كابتن، من لمسه بيبان بالظبط كده. بالظبط كده. ده ابراهيم. اوكي جميل. الكابتن بقى حسام، ده الثرو بتاعك انت. ده الباص بتاعك. في الماتش ده حد كان من المدربين الكبار موجود؟ لا دي ماتشات مختلفه، دي لقطات ليه. شوف الاوفرلاب لنفسه ازاي. في العارضه. في العارضه. كان لازم تقفلها لتحت دي. في بتروجيت الجون ده بتروجيت. ده بتروجيت. اوكي. بتروجيت. اشول كمان لما بيبقى حريف بيبقى ظريف. الحقيقه بيبقى ظريف لما بيبقى اشول رجله حلوه بتبقى حلوه. مين مثلك الاعلى يا ابراهيم في مصر كلاعب كوره؟ مصر ولا اوروبا؟ نقول اول مصر وبعدين بره. مثل الاعلى في مصر شيكابالا. اوكي. ضبطنا رجلك دي حلوه. وبره مصر؟ دي ماريا. ده انت بتتفرج بقى. بتفرج جميل جميل جميل. ليك اخوات يا ابراهيم؟ ليا اخ اسمه حسام حسن وابراهيم حسن. بس كنت جامد. يا ولد يا ولد. اشول ما شاء الله ما شاء الله. على فكره يا كابتن مدحت الماتيريال دي الفيديوهات دي اول مره تطلع لبرنامج مساء الانوار. والله احنا عندنا ارشيف كامل لكل لعيب في النادي من يوم ما بدا اللي هو في المدرسه. ما يعني اول حاجه تطلع على ابراهيم كانت عند حضرتك يعني. طب دي حاجه تسعدنا. مصورين جميع المباريات وجميع الانشطه بتاعت ورحلاتنا لاوروبا ورحلاتنا لكل حته موجوده يعني. لا 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 ما شاء الله. واضح فعلا كابتن حسن شحاته عنده حق الحقيقه. لان في حاجات يعني على سبيل المثال لفت نظرنا قوي لاعب مغمور مع الزمالك في الماتش الاخير اللي اسمه قطه. طبعا كان جميل قطه. لعيب جاي من حته يا عيني مغمور ما حدش فممكن جدا. وانا بتوقع القطه حاجه حلوه ان شاء الله. ابراهيم حسن ايضا ابن الدلنجات اللي ما حدش كان عارف عنه حاجه خالص، لكن من خلال دوري بيبسي
للمدارس، ربنا اكرمه وقدم نفسه بالشكل الحلو ده. ده انت كده ها؟ الجون ده في انبي ابو جبل. ده ابو جبل؟ كنا بنلعب الفريق الاول في انبي وتعادلنا 2-2. 2-2 الفريق الاول. احنا لعبنا الزمالك ولعبنا انبي ولعبنا بتروجيت، كلها نتائج ايجابيه يعني. ده انبي ده؟ ده انبي. اوكي. ده في ملعب بترو سبورت. انبي. بترو سبورت بالظبط كده. لا ده حاجه جميله. حاجه جميله. مع المقاولين تحت 21 سنه في بطوله الجمهوريه. على فكره احنا الفريق بتاعنا الاول على المجموعه في بطوله الجمهوريه. غالبين الزمالك في الماتشين، غالبين الزمالك 5-1 في ملعب الزمالك. ايوه. وغالبين 1-0 في ملعبنا. وغالبين الماتش ده كان ملاعب المقاولين 4 كام؟ 4 ده 3-3 مثلا. لا ده بتاع ده ملعبنا 3-3. 3-3. في ملعبهم كام هناك؟ في ملعبهم 3-1 3-2 ليه؟ 4-2 بيقولوا لي. 4-2 بص الجول ده جميل جميل جميل. لا واضح طبعا واضح. بس انا شايفك مغير فانيلتك كل مره. الرقم ما خلاص دلوقتي ثبت رقم 10. انت خدت 10 في الزمالك دلوقتي؟ لا بلبس 26. لابس 26 في الزمالك. النجم الكبير شيكابالا لابس 10. ما اقدرش ان انا البس 10. يقرب له ده. صعب. لا ده هو بيموت في شيكابالا، بيحبه جدا. طبعا. ده سموحه سموحه. شيكابالا بتقول بيحبك يا ابراهيم؟ بحبنا. قريب منك. انا بحبه جدا. وانت كمان بتحبه؟ طبعا. اوكي. انت قلت هو مثلك الاعلى. مثل الاعلى. على فكره اقول لك على حاجه جميله جدا. شيكابالا كانت من اكتر اللعيبه اللي كانت بتتكلم على الكابتن حسن شحاته دايما. كابتن عايزين نجيب ابراهيم بقى، عايزين نجيب ابراهيم. والله بعد الماتش اللي بدا حقيقه يعني هو اخلاقه عاليه جدا، لعيب محترم جدا جدا. لا شيكابالا طبعا يعني جميل 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 يعني. وهو كان شيكابالا شافك الاول في الدوري ده. في المباراه اللي لعبناهم فيها. اللي انتوا لعبتوها فيها الزمالك. ده ملعب ايه ده بقى قلنا؟ سموحه في اسكندريه. سموحه في اسكندريه. جميل. هو الحقيقه جمال التجربه دي يا محمد بيه، اللي هي تجربه بيبسي دي، انه اللعيب اللي موجود عند حضرتك ده لعيب نتاج دوري بيبسي. مظبوط. دي عبقريه التجربه. دي حقيقه. دي مساله يعني. بص يا كابتن مدحت، الحقيقه هقول لك حاجه يعني. انا ساعات بشوف لعيب من شمال سيناء، لعيب من مرسى مطروح، لعيب من بني سويف. اللعيبه ديت ازاي كان حد ممكن يوصل لهم؟ ازاي مفيش اب هيقدر يصرف يجيب ابنه عشان يوديه الاهلي او الزمالك يصرف عليه 500 جنيه؟ ناس الامكانيات مش موجوده. النهارده انت بتروح له لغايه باب بيته. بتوصل لغايه باب بيته وبتاخده. وبعدين بتعمل له كل التسهيلات. نعم. من ناحيه الامكانيات الماديه اللي بتتصرف على المشروع. فخلاص اصبح اللاعب النهارده يعني ابراهيم واحنا جايين في العربيه بيحكي لي ان هو، انت قلت لي قبل ما السنه اللي اشتركت فيها قعدت كام سنه كنت بتحلم بالقصه دي؟ قعدت 3 سنين بحلم بالقصه دي. يحلم ان يبدا الدوري بيبسي وياخدوه، يعني كان بيحلم بس انه يخش دوري بيبسي. كنت بستنى يرنوا عليا عشان اجي. كنت بستنى ان انا يرنوا عليا عشان اجي يكلموك عشان تروح تلعب في دوري بيبسي. عشان اجي التجمع. هي تجربه جديره بالدراسه الحقيقه. مساله ان واحد في قريه بعيده مش في دماغه خالص يشترك في مدرسه واخده كورتين كادو من دوري بيبسي عشان تنشط داخليا، يختاروا فريق يلعب الفريق باسم المدرسه، يظهر يطلع يكمل يكمل يكمل، وبعدين ينتهي حلمه في نادي الزمالك الفريق وكمان الاول. وكمان ان انا يعني مش من الدلنجات او من المسين، انا من قريه اسمها العوامه. العوامه كمان؟ دي قريه صغيره. قريه صغيره. كم نسمه دي يا ابراهيم؟ ايه؟ كم نسمه؟ تعرف كم بني ادم فيها؟ لا كتير بس يعني مش هتلاقيهم 5000. لا مش كتير. مش هيزيدوا عن 5000. قريه كده صغيره اسمها العوامه. العوامه. شوف انت بقى القريه دلوقتي كلها بتتفرج عليك، هتبقى فخوره بيك يا ابراهيم. اكيد طبعا. وانت كنت بلعب معاهم محمد كان خطوبته شبكته كانت من 3 ايام، وانا الحمد لله رحت وحضرت فيها. مبروك. حب البلد ليه غير عادي. فرحانين بيه. وهو على فكره، اقول لك حاجه، ابراهيم فيه ميزه كويسه قوي، دايما بيتكلم على اهله، بيتكلم على اهل قريته، وعنده بار جدا بابوه وامه واعمامه وخلانه.
الميزه ديت على فكره من الحاجات اللي ربنا موفقه فيها طبعا. ان هو عنده بر باهله بشعب ببلده. ده ان شاء الله يكون من اسباب بمشيئه الرحمن. دي خطيبته على فكره، دي صوره مبروك. قريبتك ولا معرفه بس؟ قريبتي من البلد. قريبتك. قريبتي. واضح. قول لها بقى انك متفقين. لا انت بقيت وهتعمل دخل قريب ولا قريب ان شاء الله؟ ده سنتين كده ولا سنه. هتفرتك القرشينات اللي انت خدتها من الزمالك ان شاء الله باذن الله. هي وش السعد عليا بصراحه يعني. ربنا هي وش يخليها لك السعد عليا بصراحه. ويسعدكم ان شاء الله يا ابراهيم. اوريك بقى توقيعك لنادي الزمالك. يلا ورا لنا صوت والصوره يا علاء. يلا. لو جواك حلم جميل نفسك في عالم ملوش مثيل، لو السما مش هي حدودك مع بيبسي يلا اعلن وجودك. احلى الحياة لو ليها طعم تقدر تحقق اغلى حلم. لو عايز اكتر مع بيبسي تقدر. الحلم هيكبر يوم ورا يوم، تلعب وتكون وسط النجوم. حاول وتحدى في كل دقيقة، مع بيبسي الحلم هيبقى حقيقة. أحلى الحياة لو ليها طعم تقدر تحقق أغلى حلم. لو عايز أكتر مع بيبسي تقدر. ما يهمش غالب أو مغلوب، اللعبة الحلوة تهز قلوب. ترقيصة وكعب وشوطة جريئة، مع بيبسي الحلم هيبقى حقيقة. أحلى الحياة لو ليها طعم تقدر تحقق أغلى حلم. لو عايز أكتر مع بيبسي تقدر. كان بيتابعك في اللقطه دي الكابتن حسن والكابتن اسماعيل. خلي بالك كابتن حسن من كفر الدوار. ايوه مظبوط. يعني بحيره برضه قريبه من الدلنجات. انا لعبت مع كابتن حسن شحاته. انا اساسا من اسكندريه. اوكي. وكنا بنعمل بقى ماتشات في المناطق المحيطه، كفر الدوار وابو حمص والاماكن ديت. فلعبت مع الكابتن حسن شحاته مره في كفر الدوار. جميل. يعني اخيرا كان في مؤمن بدوي، ده لعيب زميلك وانا عرفت محمد بن هو ايضا موهبه عاليه قوي. كان زميلك في دوري بيبسي وبعدين كان بيقول لك ايه وفكرنا كده. مؤمن ده لعيب كويس، لعيب كويس قوي يعني ان شاء الله وليه مستقبل كبير. وكان بيقول لي قبل ما امشي، قبل ما اروح الزمالك، قبل ما اوقع، كان بيقول لي يا ابراهيم يعني جابني كده قدام واحد اسمه اللعيب اسمه فوزي برضه، يجي بيقول لي انا ابراهيم زي ما عملتك هعمل غيرك. هو كان بيديك سروهات يعني؟ كان بيديني سروهات. طب ورينا كده السروهات اللي كان بيديها له كده. مؤمن قال لك هو اللي عملك، هو اللي كان بيصنع لك. قول لنا هو مين بقى؟ قول لنا انت بقى. ده انت. انا ده. هو اللي عمل لك الباص؟ طب نشوف كمان باص تاني ليه كده. رقم 17 هو اللي وراه ده. هو رقم 7 اعتقد اللقطه هو اللي ده. هو اللي ادى الثرو ده. اوكي. هو اللي حط لك الكوره. هو بلاي ميكر عالي جدا الحقيقه. مؤمن. وده نتاج دوري بيبسي برضه يا استاذ محمد. احنا عندنا 180 لاعب حاليا في الاكاديميه. ما شاء الله. الحمد لله يعني كلهم على درجه عاليه جدا. هو اللي حط الثرو ده. هو اللي حط الثرو ده. امبي. ده في امبي. ابو جبل. عشان كده قال لك بقى ايه بتقول؟ عشان قال لي زي ما عملتك هعمل غيرك. بيهزر معايا. لا ما هو خلي بالك هو الاسيستنت ده. هو ده. هو ده اللي حط لك الباص ده. اوكي. كنتش انت متسلل ها؟ لا جاي من ورا. طب مؤمن ده محمد بن ما جالوش عروض او حاجه لسه؟ لا اتكلم عليه اكتر من حد لا انا عندي 5 6 لعيبه. بص يا كابتن، هو الحقيقه احنا سياستنا الفتره الجايه كلها انا بفضل ان احنا اللعيبه تحترف. احنا ان شاء الله عندنا رحله للبرتغال شهر 7. هو اللي حط ده. هو اللي عمل لك دي. هيكون ان شاء الله واخدين حوالي 25 لاعب هيتعرضوا ما بين البرتغال وبين اسبانيا. فاحنا هدفنا الاساسي الاحتراف. لكن لما بيكون في فرصه جيده للاعب في مصر هنا طبعا هنحاول ان احنا ندي بعض الانديه اللي هم اللاعبين المعدين جيدا جدا اللي هم خدوا شغل جامد زي دول. بالظبط بيروح جاهز. هدف بالنسبه لنا الاحتراف الخارجي. يعني انت شايف يا كابتن مدحت قد ايه احنا مصر نسبه المحترفين فيها قليلين جدا. صحيح.